كتركز على التحكيم أكثر ما أنك كتركز على أنك تلعب الكرة، هادشي اللي من المنتظر أنه يوقع لك. وهذا الشيء بالفعل اللي وقع للمنتخب المصري، اللي ركز مع التحكيم أكثر من أنه ركز مع أنه يلعب الكرة. الذهن والبال والتركيز ديال اللاعبين المنتخب المصري كامل مشى مع الحكم الجنوب افريقي اكثر من انهم يركزوا مع انهم يلعبوا كرة القدم. فتلقاو هدف اقل ما يقال عنه انه هدف ساذج. مبغيتش نقول الغباء الكروي، ولكن راه الغباء الكروي. التركيز ديالك وبالك والذهن ديالك كله مشى مع الحكم ونسيتي اهم حاجة فهادشي كامل هي الكرة. وتلقيتي هدف في دقائق صعيبة، آخر دقائق ديال الشوط الأول، هدف ما كانش خاصك تلقاه، هدف اللي غير بزاف من المجريات ديال المباراة. هدف كون ما تلقاش المنتخب المصري كنا غادي نشوفوا مباراة مختلفة تماما. ولكن للإشارة فقط باش نعطيو المنتخب ديال الكونغو الديمقراطية الحق ديالو. منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب منظم، منتخب منظم، منتخب كيلعب كرة قدم جميلة سهلة وبسيطة، كيخرج بالكرة بطريقة رائعة. ملي كتكون الكرة في مناطق ديال الكونغو الديمقراطية، اللعابة ديال الكونغو الديمقراطية ما كيفكروش انهم يتخلصوا من الكرة، ما كيفكروش انهم يشتوها يبعدوها ديجاجي لا بال كما كنقولوا. لا، المنتخب ديال الكونغو الديمقراطية كيلعب دقة دقة، كنشوفوا مثلثات، كنشوفوا عمليات خروج بالكرة رائعة، لمسات فنيات خروج بالكرة جميل جدا عن منتخب الكونغو الديمقراطية، اللي اللاعبين ديالو مؤسسين على شي حاجة سميتها أساسيات كرة القدم، وكينتقلوا من عملية الخروج بالكرة من المناطق ديالهم إلى عملية بناء الهجمة. وكتبدا عملية بناء الهجمة بالختورية، بالتقولية، بالرزانة. الناس شاربين الكرة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي كيفتقرها منتخب كونغو الديمقراطية هي مهاجم بمواصفات عالمية. كون كان المنتخب الكونغو الديمقراطية عنده مهاجم واقف، مهاجم بمواصفات كبيرة، نقدر نقول لك أن منتخب كونغو الديمقراطية طريقة سهلة وبسيطة ينافس على لقب كأس إفريقيا. ماشي شي حاجة صعيبة وماشي شي حاجة بعيدة، لأنه منتخب زوين، منتخب منظم، منتخب عنده مدرب جيد. بما أننا كنهضروا على المدرب فخاصنا نهضروا على منتخب مصر، لأنه هو المهم في هذا الفيديو. وراه النقطة السلبية الكبيرة عند منتخب مصر هي المدرب. أسوأ حاجة في منتخب مصر هي المدرب. روي فيكتوريا ولا روي فيتوريا ماشي مهم الاسم، مدرب ضعيف، ضعيف الشخصية، ضعيف في قراءة المباراة، ضعيف في يعني كيفاش انه يسير المباراة، وكيفاش انه يقوم بالتغييرات، وكيفاش انه يدير تحولات في وسط المباراة. السيد منتخب مصر كبر منه بمراحل. منتخب مصر كيستاهل مدرب عالمي، منتخب اللي محقق واحد العدد كبير من الألقاب على مستوى كأس إفريقيا، أكبر منتخب محقق ألقاب في القارة الإفريقية، منتخب عنده تاريخ كبير، كيستاهل مدرب كبير، مدرب عالمي اللي غادي يمكنه أنه يبقى ديما في صورة البطل، ديما في صورة المنافس على اللقب. ولكن النسخة اللي شفناها حاليا في كأس افريقيا المنظمة بالكوت ديفوار للمنتخب المصري، راه نقدر نقول لكم انها نسخة سيئة لا تشرف ولا تمثل الصورة التي نمتلكها في أذهاننا، هذيك الصورة اللي عندنا في العقل ديالنا، في المخ ديالنا والمخيخ ديالنا على المنتخب المصري. منتخب مصر عنده واحد المجموعة كبيرة من العناصر الواعرة والجيدة، وهاد العناصر عندها إمكانيات وعندها فنيات وعندها مهاريات، عندها مهارات، وهاد المهارات كنشوفوها. ولكن المهارات والفنيات ديال اللاعبين بشكل فردي ما كافياش، لأن
ديك المهارات والفنيات خصها مدرب اللي يوظفها، خصها مدرب اللي يخلق بيناتها واحد الانسجام، خصها مدرب اللي يعرف يستغلها، خصها مدرب اللي يعرف يخرج منها شي حاجه. فشفنا واحد المجموعه من اللاعبين من المنتخب المصري كيقدموا اشياء جميله، ولكن بشكل فردي منعزل عن باقي اللاعبين. وهذا ماشي، راه كاينه انانيه بين المنتخب المصري. لا، المنتخب المصري راه عنده مجموعه، وديك المجموعه كتحاول تلعب مع بعضياتها، ولكن راه ما كاينش مايسترو اللي يحرك لك ديك المجموعه. فكتشوف ان المنتخب المصري بحال تالف، بحال ما عارفش راسو شنو باغي يدير. شخصيا عجبوني واحد العدد كبير من اللاعبين ديال المنتخب المصري. عجبني بزاف امام عاشور، عجبني بزاف امام عاشور، واستغربت وتساءلت كيفاش هاد اللاعب هذا بهاد المواصفات ما يلعبش في فرق اوروبيه كبير، ما يلعبش في الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري الايطالي ولا الدوري الالماني ولا الدوري الفرنسي كاع. هنا لقيت انه دار شي تجربه ديال الاحتراف ما كانش ناجحه، كان كيلعب في الزمالك، احترف ورجع من بعد ولا كيلعب في الاهلي. ويمكن هنا غادي نلوم العقليه ديال اللاعب المصري. عقليه اللاعب المصري هي عقليه في الغالب تبحث عن منطقة الأمان، عن السيف زون، ما كيبغيش يخرج من المنطقة اللي غادي يحس فيها بالأمان. الفرق ما بين محمد صلاح وباقي اللاعبين المصريين هو أن محمد صلاح قام بواحد المجموعة من التجارب قبل ما يوصل ليفربول، ومشى مع ديك التجارب درجة درجة، خطوة بخطوة، كان كل خطوة كيعلى فيها على الخطوة اللي سابقة حتى وصل ليفربول. بحال مثلا إمام عاشور احترف خطوة إلى الأمام لكن رجع للأهلي. أنا بالنسبة لي خطوة إلى الخلف، مع احترامي إلى فريق الأهلي، الفريق العالمي، فريق القرن. ولكن لاعب المصري يجب أن يفكر أكثر في الاحتراف وأن يقدم تضحيات كما دار ياسين بونو. ملي مشى لأتلتيكو مدريد ولا كيتخلص قل من داكشي اللي كان كيشدو في الوداد، بحال كيخص يديرو اللعابه ديال المنتخب المصري، يمشي يحترف ويمشي يتقاتل ويفرض راسو. فلا امام عاشور، مروان عطيه، كيفاش هاد اللاعب ما كانش كيلعب؟ كيفاش هاد اللاعب كيلعب في الاهلي؟ يعني مجموعه من التساؤلات. من اللاعبين اللي عجبوني واخا كيبان ان الاصابه اثرت عليه هو حجازي. مدافع عنده شخصيه، مدافع عنده كاريزما، مدافع عنده تجربه وخبره، وحتى انه كيقوم بواحد المجموعه من الزيادات على المستوى الهجومي، واحد المجموعه من الكرات اللي كانت خطيره وكانت فرص خطيره بالنسبه للمنتخب المصري. كان موراها حجازي قدم الاسيست، التمريره الحاسمه في المباراه يمكن الثانيه ولا الثالثه، كان السبب انه باش تسجل هدف، وكان هو السبب اليوم باش تسيد ضربه جزاء، كان هو خلف ضربه الجزاء. وكنا كنشوفوا في واحد المجموعه من الكرات هو اللي كيقوم بالتمريرات. ولكن للاسف روي فيتوري المدرب ديال المنتخب المصري لا اظن ولا اعتقد انه انتبه لهذه النقطه وحاول انه يوظفها ويستغلها، لان هذه النقطه بالضبط كانت ممكن انها تشكل واحد الفرق كبير بالنسبه للمنتخب المصري. المنتخب المصري كانوا فيه واحد العناصر جيدة، ولكن هاد العناصر كانت جيدة في فترات مختلفة من مختلف المباريات اللي لعبها المنتخب المصري. عمر مرموش كان جيد في المباراة الثانية ولكن غاب عن تقريبا شبه غائب عن باقي المباريات. مصطفى محمد لاعب عالمي، أتوقع له أن ينتقل إلى فريق كبير قريبا. مهاجم من الطراز الكبير، مهاجم يحب المرمى ويبحث عن الهدف ويبحث عن خلق الفرص. زيزو وغيره من الأسماء، يعني واحد المجموعة من الأسماء الجيدة لكن كانت متألقة في فترات وليس في نسق متواصل. أتمنى من المنتخب المصري ومن الكرة المصرية أنها صعب تصلح في اقرب وقت ممكن باش نعاودو نشوفو المنتخب المصري كينافس بقوه كما ولفناه. حظ اوفر للمنتخب المصري القادم ديال البطولات.